لان انا الحقيقه راجل خدمت في الجيش كتير، واول مره كنت اسمع الفيلم ده من الاعلان اللي حضرتك حطيته، عشان ان انت عندك النهارده هذا الفيلم. فده كان الورا سؤالي، بس ان انا عايز اعرف الحضور هنا ان الدور بتاع سياده الفريق او سياده المشير احمد بدوي خلال الحصار. الجيش الثالث حوصر؟ طبعا حوصر. الجيش الثالث صمد؟ طبعا صمد. طبعا. هو الجيش الثالث ما كانش بتروح له امدادات؟ كان بتروح له امدادات بطرق غير نمطيه، يعني نقدر نقول تسريبات، بطرق معينه، صيادين، تهريب او كده. طبعا. علاوه على ان السيطره على الموارد اللي كانت موجوده في الجيش في هذا التوقيت، واستهلاكها واستخدامها باساليب من اكبر واحد لاصغر واحد. يشاركوا في قد ايه علبه التعيين، يشاركوا قد ايه في الميه اللي معاهم، يشاركوا قد ايه. فدي كانت بطوله في حد ذاتها. وجود سياده المشير وامثاله من القاده داخل الحصار ويضربوا الامثال لالاف الجنود والضباط علشان يقدروا يلتزموا ويقدروا يعيشوا اكبر فتره ممكنه بدون استسلام وهم صامدين ومحافظين على المواقع اللي هم واصلين لها. لم يتنازلوا عن شبر واحد رغم ان هم كانوا في ظروف صعبه جدا. طبعا صعبه جدا. اللي يمكن الناس بقى هنا مش عارفاه ان حصار الجيش الثالث كان بدايه لتقديم تنازلات كبرى في اتفاق الكيلو 101 واتفاق فض الاشتباك لان احنا طبعا القياده السياسيه كانت قدامها الاف من الجنود. الاسلوب الامداد والحاجات اللي معاهم ما كانش ممكن يعيشوا بيها طول عمرهم، فلا بد ان كان يبقى في حل، وكان في تنازلات كبرى نتيجه الوضع اللي كان في الجيش. شكرا.